السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في شهادة واحد اتكلم واتحبس واتحاسب، ضياء الدين داود، بيتكلم عن ضياء الدين داود. وانا عمري 15 سنة كانت اول انتخابات ابدأ اتابعها عن وعي. كانت الانتخابات ديت للراحل العظيم أستاذي وقائدي ومعلمي ضياء الدين داود رحمة الله عليه. ومن الجيل الصغير ده والشباب اللي هم ممكن يكونوا في الثلاثينات واللي ما بيسقفوش لأنهم ما يعرفوش ضياء الدين داود، ده واحد ممن دفعوا الفواتير. ونقدر واحنا بنسأل شات جي بي تي يقدر ان هو يقول لك مين ضياء الدين داود. يكون ضياء واحد من ناس كتير مروا على البلد دي ودفعوا الفواتير في السجن لسنوات نتيجة انحيازات لما تبقوا تدوروا عنها تبقوا تعرفوها. بس أنا حضرت ده، حضرت انتخابات بعد 9 سنوات من خروجه من السجن معزول سياسيا. فأول انتخابات كانت الحالة ديت كان بيترتب عليها إن كل رفقاء ضربه الحريصين إن هو يكون موجود تاني معبر عن الشعب المصري في مجلس الشعب كانوا بييجوا من كل مصر علشان يبقوا موجودين على منصته. الفريق أول محمد فوزي، سعد زايد وزير سابق، سامي شرف وزير سابق، فريد عبد الكريم وما أدراك ما فريد عبد الكريم. أسماء في وقت وفي تاريخ وجودها أسماء تزن أكثر ثقلا من هذه المنصة. وفي هذا التوقيت ما تقالش ليه دول جايين لضياء الدين داود. اللي اتقال ده شهادة، وزي ما الرئيس عبد الفتاح السيسي قال النائب هو صوت الشعب، اختار اللي يتكلم عنك ويمثلك. البرلمان موقف مش صورة. في الانتخابات اللي انتوا الانتخابات من فضلكم نقوا وما تفتكروش ان ده امر بسيط. ده مش ده صوتكم اللي انتوا بتدوه واللي احنا هنسمعه او من خلالهم هيطالبوا بحقوق وهيبقى عليهم التزامات. الناس ما تطلش بعينها